أهلا بكم يا عشاق ومحبي الخضر في كل مكان. ضرب المنتخب الوطني الجزائري موعدا ناريا في ثمن نهائي كأس إفريقيا أمام فهود الكونغو الديمقراطية. مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، ومعركة تقنية وبدنية بامتياز. قبل أن نبدأ التحليل ونكشف الأسماء السبعة، لا تنسوا فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة، دعم الفيديو بزر الإعجاب، وتفعيل الجرس حتى تصلكم كل تحليلاتنا الجديدة. وجودكم معنا هو الدافع للاستمرار، وشكرا لكل من يدعم هذا المحتوى. لكن قبل الخوض في تفاصيل الموقعة القادمة، يجب أن نتوقف عندما حدث في ختام دور المجموعات. سيباستيان دي سابر مدرب الكونغو جاء ليراقب أوراق الجزائر، فإذا به يصطدم بمنتخب مغاير تماما لما كان في مخيلته. وجد أمامه وجوها شابة، طاقة متفجرة، وهوية تقنية جديدة تعلن رسميا أن ثورة التغيير قد بدأت مع بيكوفيتش. اليوم سنحلل مفاتيح إيجابية استخلصناها من الدور الأول، ستكون سلاحنا للإطاحة بالكونغو. إليكم التفاصيل. أول مكاسبنا الكبرى هي عودة الثقة لحراسة المرمى مع لوكا زيدان. لوكا لم يكتفي بالحفاظ على نظافة شباكه في أول مباراتين، بل قدم لنا مفهوم الحارس الليبرو. بفضل مهاراته الاستثنائية في اللعب بالقدمين، أصبح لوكا صانع ألعاب إضافيا يبني الهجمة من الخلف بكل هدوء. هذا الأداء يضع مندريا تحت ضغط كبير، خصوصا وأن مندريا يعاني في التمركز واللعب بالقدمين. مع لوكا أصبح لدينا أمان خلفي يسمح للمدافعين بالتقدم دون خوف. في وسط الميدان ظهر لنا حماد عبديلي كقطعة شطرنج ذكية أعادت ترتيب الأوراق وقلبت كل الموازين. عبديلي قدم لنا مفهوم السهل الممتنع بأبهى صوره، فهو لا يبحث عن الالتحامات البدنية العنيفة أو الفلسفة الزائدة التي قد تفقد الكرة قيمتها، بل يعرف جيدا كيف يستخلص الكرة بهدوء ويوزعها برؤية شاملة تكشف كل زوايا الملعب. لقد انتهى بلا رجعة زمن الارتكاز الكلاسيكي التقليدي الذي يعتمد على القوة الجسمانية فقط، وبدأ رسميا عصر لاعب الوسط الحديث بوكس تو بوكس الذي يربط الخطوط بسلاسة متناهية. عبديلي أثبت أنه بديل استراتيجي لبن ناصر، ويتفوق على زروق وزرقان في سرعة التفكير ودقة التمرير طولا وعرضا. والأمر الأكثر إثارة هو قدرته العالية على التكيف سواء بجانب إسماعيل بن ناصر أو برفقة هشام بوداوي الذي برز بشكل ممتاز ولافت في الدور الأول، بل يمكن اعتباره المكمل المثالي لهما في آن واحد، حيث يلعب عبدلي كصانع ألعاب رقم 8 بمهام هجومية بسيطة إلى جانب بوداوي، بينما يتولى بن ناصر مهام الارتكاز وتأمين خلفهما. بوجود عبديلي في هذه المنظومة الحركية، سيملك الخضر وسط ميدان مرنا يمتص حماس لاعبي الكونغو ويحول ضغطهم العالي إلى هجمات مرتدة خاطفة، مدروسة ومنظمة لا ترحم. لا يمكن أن نتحدث عن الإيجابيات دون أن ننحني تقديرا للموهبة الفذة إبراهيم مازا. هذا الشاب صاحب 20 عاما داخل التاريخ من أوسع أبوابه كأصغر هداف وصانع أهداف جزائري في تاريخ الكان. مازا يملك طرازا يشبه إلى حد كبير أسلوب النجم العالمي كيفن دي بروين، من حيث التمركز بين الخطوط والرؤية الثاقبة للملعب. تقرير صحيفة موندو ديبورتيفو عن اهتمام نادي برشلونة به لم تأتي من فراغ، فكل لمسة منه توحي بأننا أمام ضابط إيقاع يقود الجوق الموسيقي للمنتخب. مازا سيكون العقل المدبر ضد الكونغو، وقدرته على صناعة اللعب تحت الضغط ستكون هي المفتاح لكسر الصلابة الدفاعية للفهود. ننتقل إلى ظاهرة أنيس الحاج موسى الورقة الرابحة. رغم ما يقال عن أنانيته المزعومة، إلا أن الأرقام والأداء على أرض الميدان ينصفانه بقوة. الحاج موسى هو الجناح الحقيقي الذي يخلق الفارق في مواقف 1 ضد 1. تمريراته العرضية دقيقة كالمسطرة، وقد كاد أن يخرج ب5 تمريرات حاسمة في المباراة الأخيرة لو أحسن استغلال كراته. حج موسى هو الوريث الشرعي لرياض محرز، لكنه يمتاز بحركية أكبر في الوقت الراهن. يمكن لبيتكوفيتش أن يستخدمه كورقة بديلة لمحرز إذا كانت المباراة بدنية وتتطلب نفسا جديدا، أو حتى أن يبدأ به أساسيا كمفاجأة تقنية ثقيلة تباغت دفاعات الكونغو وتجعلهم في حالة ارتباك دائم. وجود لاعب بمهاراته يعني أن الجبهة اليمنى للخضر ستكون مصدر رعب لا يتوقف. أخيرا، لا بد من مدح الصلابة الدفاعية التي أمرزها زين الدين بالعيد. بالعيد أثبت أنه صخرة حقيقية لا تقل شأنا عن بن سبعيني أو مندي، حيث يمتاز بالتمركز السليم والقوة في الارتقاءات الهوائية. وبجانبه يقدم دورفال نسخة عصرية للظهير الأيمن الذي يتفوق حاليا على يوسف عطال في الجانب الدفاعي والبدني. هذه المنظومة مع دخول ريان آيت نوري لوسط الميدان في حالة الاستحواذ تمنح الجزائر مرونة تقنية تجعل الخصم عاجزا عن قراءة خطوطنا.
نحن نملك كتلة دفاعية متماسكة وهي الأساس الذي سنبني عليه انتصارنا المنتظر أمام الكونغو. في المقابل يدخل منتخب الكونغو الديمقراطية هذه المباراة وهو يمر بواحدة من أفضل فتراته الفنية تحت قيادة سيباستيان دي سابر، حيث يتميز الفريق بصلابة دفاعية عالية يقودها القائد المخضرم شانسيل مابيمبا، مما يجعل اختراقهم أمرا معقدا. وتكمن القوة الضاربة للفهود في التحولات الهجومية السريعة والقاتلة عبر الأجنحة، إضافة إلى القوة البدنية الهائلة في وسط الميدان والتفوق في الكرات الهوائية. ولكن المعادلة كيف سيحول المحاربون هذه القوة إلى نقاط ضعف عبر المفاتيح التي ذكرناها؟ في الختام، نحن أمام منتخب جديد بمعنى الكلمة. لدينا 20 لاعبا جاهزين لخوض معركة 120 دقيقة. بيتكوفيتش نجح في خلق مجموعة تملك الروح والموهبة لتجاوز أي خصم مهما بلغت قوته. المطلوب يوم الثلاثاء هو التركيز العالي وتفادي الأخطاء الساذجة. برأيكم، من هو اللاعب الذي سيصنع الفارق أمام الكونغو؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. تحيا الجزائر، وإلى اللقاء في ميعاد النصر. سلام.